أهلا أعزائي المتابعين في فيديو جديد وتأليف جديد من العيار التقيل جدا. تأليف جديد من العيار التقيل جدا يا أعزائي المتابعين، وحلقة رقم 4 من قصة عباس المتهم الهارب. لكل الناس اللي ما تعرفش صفحة الفيسبوك بتاعت المؤلف يوسف قناص، فأحب أوريكم أو أحب أعرفكم عموما إن دي هي صفحة الفيسبوك الخاصة بي. طبعا يا أعزائي المتابعين، للناس اللي مش عارفة إن دي صفحة الفيسبوك بتاعتي. طيب أعزائي المتابعين، هتقولوا لي دلوقتي هو فين التأليف بتاع حلقة رقم 4؟ ما هو احنا قلنا إن احنا دلوقتي بنعمل نوع من أنواع التجديد والرفاهية، وهو إننا بننزل التأليف فقط في الديسكريبشن بدون ما نقعد نعرضه على الواتساب والكلام الممل ده. ليه؟ علشان تحسوا بنوع من الرفاهية والاستمتاعية والمتعة في الفيديوهات والمحتوى. قبل أي حاجة أنا عايز سيادتك تحط لايك وكومنت وتشترك في القناة وتفعل الجرس. عايزين نوصل قناة يوتيوب الجميلة لكام؟ 500؟ لا. 1000؟ لا. 3000؟ لا. عايزينها توصل 1,000,000 مشترك. ازاي؟ هي صعبة، بس احنا بنجتهد، والكل مجتهد نصيب. احنا عايزين قناة اليوتيوب توصل 1,000,000 مشترك يا اعزائي المتابعين. التأليف، انا عايزك كل حد بيتابع الفيديو ده يحط كومنت ويقول لي رأيه عن تأليف حلقة 4 من قصة عباس المتهم الهارب الجزء التاني. انا عايز اشوف كومنتات. انا من ساعة ما بدأت مشوار القناة دي ما بشوفش اي كومنت من اي حد، ليه؟ مش عارف. انا عايز اشوف كومنتاتكم يا اعزائي المتابعين، واتمنى تقولوا لي ارائكم عن التأليف، وهل القصة نالت اعجابكم نكمل فيها ولا ما نكملش فيها. فانا مش هعرف كده الا بكومنت من كومنتاتكم. فياريت لو حد ليه اي نقد او اي تفسيرات اخرى يعني يقول لي في الكومنتات. واي مؤلف تاني حابب يعدل على التأليف اللي انا بعمله يدخل يتواصل معايا ونبقى نشوف الموضوع ده مع بعض. طبعا يا اعزائي المتابعين، التأليف هينزل في الديسكريبشن، مطلوب من سيادتك تقراه وتستمتع بالقراءة، ثم تقول لي رأيك التأليف عجبك ولا لا. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.